السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يوم جديد وروتين جديد ويوم سعيد عليكم بإذن الله. ربنا يجعل أيامكم كلها فرح وسعادة وهنا. أحب أشكر كل حد دخل عندي في القناة جديد، وأحب أشكر كل حد قال لي كلمة حلوة وفرحني بيها وشجعني وقال لي استمري، وقال لي احنا معاكي، وقال لي الفيديو بتاعي حلو، وقال لي كل حاجة حلوة. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني ويفرحكم زي ما بتفرحوني. روتين النهاردة روتين جديد سريع كده اهو خفيف. هنتكلم مع بعض على حبة حاجات كتير قوي عن الميزانية وعن البيت وهعمل كمان صنف معاكم حلو جديد كده. يعني هو مش مكلف وحاجة بسيطة خالص. آم، هتشوفوها معايا من خلال الفيديو. بإذن الله عايزة بس أول حاجة كده تنزلي تشتركي لو انت مش مشتركة في القناة، عشان خاطر قناتي تخلص شروط اليوتيوب. آم، وكمان اعملي لي لايك على الفيديو لو انت مش عاملة لايك. اعملي لي لايك على الفيديو دوت قبل ما تنسي، وده اهم حاجة اللايك للفيديو، عشان الحمد لله عندي مشاهدات بس ما عنديش لايكات، واللايكات بترفع الفيديو، فياريت يعني ما تنسيش اللايك. وياريت الاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو بتاعي او اي فيديو من فيديوهاتي يا ريت ما تنسيش تعملي لي شير للقناة بتاعتي، عشان قناتي توصل لأكبر عدد من المتابعين. ابتديت اليوم كده، رحت السوق، ولما جيت من السوق بصور الحاجة وبوريها لكم، عشان خاطر لو استخدمت منها يعني أي حاجة أكون مصورة الفيديو يعني وموريها لكم. بالعباية كده بتاعت السوق دخلت على المطبخ، حطيت الحامل كده وقعدت أصور لكم. جبت بطاطس، والبطاطس طبعا غليت قوي. آم، البطاطس أنا جايباها ب13، وفي بعض الناس بيبيعوها كمان ب15. والبصل لسه زي ما هو برضو، يعني في ب20، وفي اللي بيبيعوا ب22 كده اهو. بس انا يعني بمشي لجوه شوية كده في السوق، فبلاقي حد بيبيعه ب20. فانتي ما تنزليش على اول واحد كده وتشتري، لان غالبا بيبقوا الناس اللي على اول السوق بيبقوا هما اللي اسعارهم غالية شوية. كل ما تدخلي لجوه في وسط السوق بقى كده تلاقي الحاجة ارخص شوية. والرز ابتدى يغلى تاني بعد ما نزل شوية، ابتدى يغلى تاني. انا جبت رز من كام يوم اللي هو ب21، ما عجبنيش. جبت النهاردة ابو 22، لقيته احلى بصراحة. وجبت 2 كيلو يعني. وجبت كيلو ونص دقيق. لازم الدقيق يكون عندك في البيت، عشان خاطر لو هتعملي اي معجنات، كيكة، بيتزا، قراص، اي حاجة لولادك، لازم يكون عندك دقيق في البيت، متخلوش يخلص ابدا يعني بصراحة. وجبت نص كيلو شعرية، وجبت كيلو مكرونة قلم، وكيلو مكرونة من الصغيرة. انا كنت هجيب كيلو شعرية بس عشان خاطر الفلوس يعني معايا ما قضتش. فلازم تكوني مثلا هتجيبي الحاجه تظبطي نفسك كده اهو، بان انت تجيبي كل حاجه اللي انت محتاجاها، وبيتك يكون فيه. مش شرط يعني تجيبي 2 كيلو مكرونه، 3 كيلو رز، 5 كيلو شعريه، الكلام ده كله لا. وتروحي بقى مقصره في حته تانية، لا يعني هاتي بالمعقول. ما هو مش معقول يعني في اسبوع واحد هناكل 3 كيلو رز يعني ولا كده. فالمهم بقى جبت جبت المكرونه القلم والمكرونه الصغيره سايبه النهارده، عشان لقيتها مكرونه اسمها غاليه، وانا بحب المكرونه غاليه او ادم بجيبهم اكياس. فلما لقيتها سايبه جبتها. وعلى فكره الناس اللي بتقول ان الاكياس غاليه، لا، هي نفس السعر ونفس كل حاجة. انت لو حسبتيها هتلاقيها هي. وجبت ملح بقى وبيكنج باودر وفانيليا، وبالباقي اداني كيس صلصة. جبت بقى كده حاجات كتير يعني مليت بيتي بالخير الحمد لله. بالنسبة للمكرونة الاسباجيتي، ما لقيتش مكرونة سباجيتي سايبة غالية او ادم، فجبت كيس واحد. قلت احنا لسه اصلا كنا عاملينها، فمش هنعمل يعني مش هنعمل الايام دي غير يا اما مرة سباجيتي يا اما كشري، يعني دي يعني هو مرة واحدة يا ده يا ده. وكمان كان عندي نص كيس كمان، فقلت خلاص. فلما ما لقيتش سايب منها، ما رضيتش اجيب اي نوع تاني، ورحت جبت بقى جبت كيس واحد يعني. ظبطت الميزانية او ظبطت فلوس اللي معايا، يعني اللي انا نازلة بيها على قد الحاجة اللي انا طالباها. بس يعني مش لازم اجيب كمية كبيرة من كل حاجة، لا، بجيب على قد فلوسي وعلى قد الحاجة اللي انا محتاجاها في البيت. جبت بقى هنا كده صابون سائل من الراجل اللي بيعدي تحت البيت، ده الكيلو ب5 جنيه. كان فيهم كيلو كده فاتح شوية، مش عارفة ليه بصراحة، بس الصابون بتاعه بقى حلو قوي، احلى من الاول وجميل. الكيلو ب5 جنيه. وجبت نص كيلو اوكس اوتوماتيك. وقلت بقى اجيب كيس حمام كريم كده، لغايه ما اجمع يعني، واجيب علبه الكريم حمام الكريم يعني على بعض. فعادي يعني مش اشكال، ما حرمتش نفسي من حاجه، ولا قلت لا اوقف نفسي ان انا اجيب برطمان على بعض ولا حاجه. نص كيلو اوكس اوتوماتيك برضو جبته كده. انا بغسل على الغساله العاديه اكتر، بس جبت بقى مثلا لو يوم تعبانه، يوم مش قادره، يوم مستعجله، فاحط كده حاطه يعني في الغساله الاوتوماتيك يعني. تمام. وظبطت نفسي وظبطت حالي على قد ميزانيتي. انا شغل جوزي يعني شغل يومي، مرتبه يعني مرتب يومي، بس انا اوقات بجيب الحاجه بالاسبوع، وفي نص الاسبوع كده لو عندي حاجه نقصت بنزل اجيبها يعني.
فالحمد لله الست الشاطرة هي اللي بتقدر تعيش على قد ظروفها وقد ظروف جوزها، ما تطلعش بقى اسرارها بره وتتكلم وتقول مش عارفة معناش والكلام ده كله لا. انت هتمشي بيتك بما يرضي الله، وهتمشي حياتك يعني واحدة واحدة كده، هو ربنا هيساعدك ويقدرك ويرزقك. الحمد لله على كل شيء، وأنا الحمد لله حياتي زي الفل، وألف حمد وألف شكر يا رب العالمين. ربنا يديمها عليا نعمة. دخلت بقى بعد كده على أوضة الأطفال، قلت إيه أروقها كده عشان الولاد يقعدوا فيها بقى يتفرجوا على التلفزيون ولا هيلعبوا ولا حاجة، عشان ما يكركبوليش إيه باقي الشقة. فظبطت لهم كده أوضة الأطفال بتاعتهم، وجمعت الهدوم دي يا جماعة ما بتخلصش، بتتكاثر هي والمواعين. بس أنا عندي الفترة دي الهدوم. آه، كنت الفيديو اللي فات كنت قايله لكم فيه شوية هدوم هنشرهم، ونشرتهم ولميتهم وكنت غسلت تاني بقى. طبعا الجو صيف بقى وكل شوية بنعرق وحر، فكل شوية شاور ونغير بقى والهدوم بتكتر بقى وكده، فلازم كل شوية تتغسل الهدوم. حتى لو مسخة في ثبت الغسيل تلاقوا النمل عليها، انا مش عارفة النمل رايح عليها ليه. فعشان خاطر المشاكل دي كلها، فببتدي بقى ايه اغسل بقى كده اول باول. والهدوم طول ما هي حبة قليلين تحسي ان انتي ما بتكسليش عليهم، بس انا بصراحة بكسل اطبق. ما بحبش اطبق الغسيل، بحب انشر وبحب اغسل، لكن اطبق الغسيل دي بتبقى حاجه ممله شويه. المهم كده وانا بطبق بنتي قالت لي لا انا عايزه اطبق معاكي التسابيح الصغيره. عملت نفسها يعني واحده كبيره، دورت لها كده على هدومها اديتهم لها، وقعدت بقى تطبق فيهم. فانا وانا بطبق كده اهو وانا قاعده قلت لا انا ما بحبش لما اكون مستعجله، ما بحبش اعمل حاجه وانا قاعده. رحت قايمه بقى قعدت اطبق الغسيل وانا واقفه بصراحه عشان خاطر انجز بسرعه. من كام يوم كده جالي كومنت كده يعني عجبني قوي 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 قوي. واحده قالت لي في الكومنتات: انا اشتركت عندك عشان حسيتك مننا، حسيتك زينا، من روتين يعني من الروتين بتاعي ومن كلامي ومن كل حاجة بعملها وبيتي وكده، زي الناس الطبيعية، مش زي الناس المقفرة أوي اللي على اليوتيوب. أنا بصراحة التعليق دوت عجبني أوي أوي أوي، اتبسطت بيه جدا، لأن أنا روتيناتي أو الفيديوهات بتاعتي بعملها مش بحب يكون فيها تعالي أو حاجة إن يكون كبير على أي حد بيتفرج عليا. أنا بحب أعمل الروتين بتاعي زي أي ست بيت، زي أي أم بتواجه الحياة وبتواجه مشاكل ولادها، وبتواجه الغلا، والحمد لله على كل شيء. فانا الحمد لله ان انا حسيتوني ان انا واحده منكم، لان اصلا يعني احنا بنكمل بعض. والسوشيال ميديا دي بنستفاد منها، المفروض يعني نستفاد منها اكتر، يعني اكتر ما احنا نبص كده على الناس. في بعض القنوات بتحب تبين حاجات كده اوفر قوي، تحسي ان انت بتدخلي القناة بتاعتهم انت دخلتي دنيا تانية وعالم تاني غير اللي احنا عايشين فيه. آه، حتى مشترياتهم، حتى حاجاتهم غير يعني غير مثلا عندنا. في بعض الناس، يعني انا مش بتكلم عن نفسي، تخرجي من الفيديو تبص لحالها وتبص لبيتها: ايه ده؟ ايه المصاريف بتاعتي دي مش عاجباني؟ ايه البيت بتاعي ده مش عاجبني؟ وبعد كده تمسك الموبايل تاني تدخل في عالم القناة اللي هي بتتفرج عليها اللي هي اوفر قوي دي. فتحس ان بعض الحاجات دي بتخلي بعض الناس ما بتحبش حياتها وما بتحبش بيتها وبتحبش ظروفها وبتبص ليهم بنظرة تانية. فطبعا انا ما بحبش النوع ده وما بحبش الطريقة دي. طبعا كل واحد على قد ظروفه وقد حاله، طبعا هم ظروفهم كده ومصاريفهم كده وحياتهم كده، فهم حرين. انا مش بتكلم عليهم هم، انا بتكلم على بعض الناس اللي بتبص عليهم وتقول لي حياتي انا مش زيهم. كل واحد طبعا على قد ظروفه وعلى قد حياته وعلى قد هو بيحب يعيش ازاي وبيشتغل ايه ومصاريفه بتبقى جاية ازاي. تمام. فانا بعض الامور الاوفر قوي دي ما بحبهاش، يعني فاهمين؟ فانا بحب اكون انسانه طبيعيه وبسيطه. لو عملت اي اكل بطلع اقول لكم انا عملت اكله كذا. يعني اكله النهارده انا عامله بصوره وعامله حبه مسقعه، والله العظيم عاملاهم عادي خالص. كان مره في حد قال لي ايه: هو انت على اليوتيوب بتطبخي بصاره وعدس؟ قلت اه عادي، ما احنا مش بناكله يا جماعه، هو البصاره والعدس ده حاجه وحشه يعني؟ المهم انا كان نفسي بقى في الايه في العدس او انا واولادي، فقلنا لا ما نعملوش عشان الجو حر. فقلنا خلاص نعمل ايه بصاره. البصاره بتاعتي البصاره الصعيدي اللي هي بالملوخيه. جبت الفول سلقته، وبعد ما اتسلق رحت نازله عليه بقى ايه بالهاند بلندر ضربته. هنا انا حطيت ملوخيه بس عملت غلطتين. اول غلطه ان انا حطيت المعلقه اللي انا كنت حطاها اصلا في الفول المسلوق اصلا في الملوخيه، كده ممكن تبل الملوخيه معايا. بس الحمد لله ما حصلش حاجه، بس انا خدت بالي بعد ما حطيت المعلقه. تاني حاجه انا نسيت وفاكره نفسي يعني هعمل ملوخيه ولا حاجه، فزودت الملوخيه فغمقت شويه.
فدول الغلطتين اللي أنا باعترف بيهم. آمم بعد ما سلقت الفول وضربته بالهاند بلندر تمام وكل حاجة وحطيته على جنب، جبت بقى معايا الحلتين اللي انتوا شفتوهم، واحدة فيها سمنة وواحدة فيها زيت. اللي فيها سمنة وحطيت فيها توم، نزلت بعد ما حمرت التوم بالسمنة، نزلت بالفول الايه اللي انا سلقاه وضرباه بالهاند بلندر، وبعد كده نزلت فيه بالملوخية والملح بقى وحبة كزبرة. بالنسبة بقى للحلة التانية اللي قدامكم دي، اللي انا حطيت فيها زيت وحطيت فيها توم شوحته، وبعد كده نزلت بكيس طماطم من اللي مفرزينه مع بعض. ودي طبعا فايدة التفريزات، لأن الطماطم دلوقتي بقت ب12 جنيه. الحمد لله، أنا كنت جايبة ال3 كيلو ب10 وقتها. المهم بعد كده بقى نزلت بالبتنجان المقلي. أنا عملت بتنجان بس من غير بطاطس، مسقعة من غير بطاطس، وحطيت معاها بقى فلفل كده. ودي كانت أكلتنا. وكان عندي كام طماطمية كده قطعتهم وحطيت عليهم إيه، فلفل وتوم، دقتهم في الهون. وبعد كده رحت نازلة بيهم على الطماطم، وأكلة بألف هنا وشفا لكل اللي هيعملها وكل اللي هياكل. أنا بحب قوي قوي المسقعة اللي من غير بطاطس بصراحة. باكتر الصلصة بتاعتها، وبعد كده باحط البتنجان، وبعد ما باحط البتنجان والفلفل باهرسها كده بالشوكة أو بالمعلقة، بتبقى جميلة، بناكلها جنب البصارة. بُصّوا عايزة أقول لكم أكلة جامدة. وطبعًا ممكن تحطي ليمون بقى على البصارة، في ناس بتحط عليها ليمون وفي ناس ما بتحبش يعني، وتحطي بقى جنبيها بصل وكده وتبقى أكلة جامدة. المهم نعرف نمشّي بيتنا بما يرضي الله. أصل مش كل يوم هناكل لحمة وفراخ، أكدب عليكم لو قُلت لكم أنا كل يوم باكل لحمة وفراخ. في أوقات والله العظيم باحمّر مكرونة وباحمّر شوربة باحمّر باحمّر شوربة، باحمّر مكرونة بالشوربة وبطاطس وبس كده، وأوقات أعمل جنبيها بيض مقلي وممكن ما أعملش. الحمد لله على كل اللي ادّاه لنا ربنا، وألف حمد وألف شكر. بس المهم إيه، نلاقي الخير يعني في بيتنا وكده. وفي مصاريف أساسية يا جماعة لازم هي اللي بنمشي عليها، وبعد كده اللي بيفيض بقى بنمشي بيه في حاجات تانية يعني في بيتنا بقى، والترفيه والخروج والأكل والشرب وكده. بس طبعًا الأكل البطن تصبر، لكن لو في إيجار، لو في نور، لو في كهربا، لو في غاز، كل الحاجات دي ما حدش يقدر يصبر عليها، لازم ندفعها الأول. الحمد لله على كل شيء. المهم بعد كده بقى كان عندي فينو، مش هاحمّصه واعمله بقسماط للبانيه لأ. أنا جبت الفينو كده قطّعته دواير، أنا حابة الدواير أكتر. وبرضه عملت الجزء اللي هو الطويل شوية ده، حبيت برضه أوريه لكم كده. بعد ما عملتهم كده ومليت الصينية، حطيتهم في الفرن يتحمّصوا. وبعد كده بقى جبت بقى كده إيه، كام معلقة آمم كاكاو خام، ومعلقتين زيت، و5 معالق سكر، وحبة مَيّة كده ساقعين. والمفروض إن أنتِ تحطّي لبن أحسن، يعني تحطّي اللبن، بس بصراحة ما كانش عندي لبن وكده، فقُلت خلاص، لإني بقى لي كام يوم بصراحة ما جبتش لبن. لإن هاغيّر الراجل يعني اللي هنجيب منّه يعني. ف فالمهم بقى إيه، حطيتهم بقى كده وقعدت أقلِّب فيهم بقى خالص لغاية ما دابوا كده وشكلهم زي الفل. هُم باينين غامقين أوي بس لأ، هو حلو أوي. المهم بقى كده إيه، حمّرت كده بقى الفينو اللي معايا، في جزء أبيض وفي جزء أحمر. أنا باحب جولد خالص كده أو دهبي يعني، باحب كده درجته تكون باينة. وأنا عندي الشواية بتحمّر من النُص أكتر، فخدت الجزء اللي أحمر والباقي حطيته في الشواية اللي هو يحمر أكتر، يعني يحمر يعني كده. الأبيض ده إحنا مش بنحبه، بنحب الأحمر ده. المهم جبت بقى الفينو كده أهو، ورُحت بقى كده عاملاه بالشوكة، وزّعته عليه خالص. وكنت عاملة لولادي والله العظيم مفاجأة، ما كانوش يعرفوا، بس هُم كانوا عايزين ياكلوا حاجة حلوة على بالليل كده، وعايزين يا ماما حاجة ومش عارفة إيه. قُلت لهم خلاص. كانوا عايزين كيكة، وزي ما قُلت لكم ما فيش لبن، فقُلت خلاص بقى. فقُلت أروح أعمل لهم الفينو ده. فالمهم شوية الفينو وهو في الفرن بيتحمّص، فجات بنتي قالت لي: "أنتِ بتحمّصي فينو؟" قُلت لها: "آه." قالت لي: "ما أنا شامة ريحته وعاجبني أوي، أنتِ هتعمليه بقسماط؟" قُلت لها: "آه." يعني أنا باضحك عليها. فشوية خلِّت تاني تقول لي إيه: "عارفة يا ماما طنط في التلفزيون شيف يعني بتعمل مش عارفة بتعمل إيه بقى، وبتحمّص فينو وبتعمل حاجات حلوة، ونِفسي أوي في حاجة حلوة." قُلت لها: "حاضر، اصبري بس وهابقى أعمل لِك." وده كله وهي مش شايفة حاجة، أنا مخبية كل حاجة منها بصراحة. المهم بقى بعد كده رُحت بقى إيه، قُلت لهم: "خلاص اقعدوا على التلفزيون دلوقتي قدّامه، وأنا هابقى أعمل لكم أي حاجة تاكلوها." فراحوا قالوا خلاص. دخلوا في فيلم بقى لأحمد حلمي بقى وركّزوا فيه وقعدوا يضحكوا. وجيت بقى أنا هنا رُحت حاطة لهم بقى كده الشوكولاتة، وحطيت 2 على بعض زي البيتي فور، وفي حاجات عملتها لوحدها، وحطيت بقى الشوكولاتات اللي هي الملونة دي. وابتديت بقى كده أشكِّل بقى وأعمل أشكال آمم، وحاجات بقى يعني عارفين اللي هو بقى ابتديت أشكِّل بقى كده. سرحت مع نفسي بقى وباشكِّل ومش عارفة إيه. وأتاري بنتي بقى داخلة المطبخ وراحت شافتني، قالت لي: "إيه ده يا ماما اللي أنتِ بتعمليه ده؟" هُم بيعشقوا حاجة اسمها الشوكولاتة اللي بالكاكاو دي، أنا بصراحة ما باحبهاش أوي يعني. هُم بيعشقوا الشوكولاتة أم كاكاو دي وكده موت، يعني بيحبوها يعني عندي بنت من بناتي ما تاكلش الكيكة غير بالشوكولاتة بس، يعني ما عملتها من غير شوكولاتة ما تاكلهاش أبدًا.
تمام، فراحت بقى عجبتهم بقى أوي وقعدوا ياكلوا فيها ويقولوا إيه الاختراع دوّة، ده عجبنا، قُلت لهم: "بجد والله يعني حلو والّا والّا مش حلو؟" قالوا: "لأ والله يا ماما طعمها جميل جدًا، جدًا وحاجة مختلفة وعجبتنا، فلو عندكم فينو جرّبوه كده لولادكم." المهم قُلت أعمل لهم حروف، عملت ب لبوسي، وعملت S هنا لساجدة، وعملت ت لتسابيح، وياسين كان نام. هو عندي ياسين يعني ما لهوش في الحلويات أوي يعني. فقال لي: "لأ أنا مش عايز." وعملت لهم بقى كده، وقُلت إيه خلاص ياكلوه بقى بألف هنا وشفا، وعجبهم جدًا، فجرّبوه بقى لولادكم وشكّلوا زي ما أنتم عايزين، ممكن تعملوا لهم فيه أشكال كتير أوي، أوي وحاجات حلوة، وممكن تحطّوا كريمة، كريم شانتيه، كل اللي أنتم عايزينه حطّوه عليهم. طبعًا عجبهم أوي، أوي، أوي. تسابيح بتقول لي: "أنا عايزة اللي عليه ملبِّس." على الكِوَر دي، "أنا عايزة يا ماما اللي عليه ملبِّس." قُلت لها: "حاضر." فقُلت لهم خلاص المهم ما دام هم عجبهم وحاجة حلوة أنا عاملاها في البيت وحاجة مختلفة وحاجة جديدة، عندي البنات بيحبوا دايمًا الحاجات الجديدة، فأنا عملته لهم بقى وحبيت أفرّحهم بيه، فرّحوا ولادكم كده بأي حاجة تعملها لهم من خلال البيت، ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.